يا كابتن فتحي، ايه نجم؟ ولا اللعيبه لعبت في رجاله، ولا اللعيبه لعبت بروح حتى، ولا عملوا ده ما يعرفوش يطلعوا بالكوره حتى يا كابتن. يا بقولش هو احنا جينا اصلا؟ لا. قسما بالله احنا اصلا ما جينا، ولا لينا مشاكل ولا لينا اداء في الملعب، ولا اصلا احنا جينا اصلا، ولا هي دي لعيبه ولا ديت بتاع. قسما بالله لعيبه ما عندها اصلا دم ولا عندها روح، ولا احنا اصلا ما جيناش. انت احترمت السنغال بزياده، خليت السنغال مش احترمهم بقى، خليت السنغال انا اسف تركبك. صح. انت استغليت السنغال لدرجه ان السنغال هي خافت منك، انت خفت منها. صح. فيا راجل بطل قرف يا راجل. خد بس، خد كلامك بفلوس يا كابتن. يا عم عايز ايه؟ انا عايز اقول للناس حاجه، احنا عايز. استفدنا ايه بالبطوله يا الله كابتن؟ ينور عليك. انا بقى عايز اقول لك حاجه يا عم احمد، احنا يا باشا دلوقتي انت طلع لي واحد انت استفدت منه، يعني كروش اللي احنا كنا بنقول عليه كروش، اطلع لك محمد عبد المنعم مثلا. انت يا عم حسام حسن طلعت لي مين؟ الثلاثه المدافعين، الثلاثه اللي انت المفروض تحتاجهم، اللي هو الواد شحاته ولا محمود صابر ولا ابراهيم عادل، انت مقعدهم على الدكه. ومصطفى محمد يا كابتن. مصطفى محمد يا باشا، يعني مصطفى محطة. انت يا باشا محطة. بتلعب الكره العاليه. مصطفى محمد ما محطة. تنزله فيرود، صح. بتلعب لي مرموش فيرود يا راجل، غرف ده يمشي.